تخيل كده موبايل ببطارية 8000 ملي أمبير وشاشة أموليد ومعالج سناب دراجون وكل ده بسعر أقل من 15,000 جنيه. مش هزار، في موبايل فعلا بيقدم لك كل ده ومستحيل تلاقي بديل بنفس السعر. استنى بقى وشوف معايا التفاصيل كلها لأن اللي جاي نار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محتاج ياسر في فيديو جديد. النهارده نتكلم عن واحد من أقوى الموبايلات في الفئة الاقتصادية. هو موبايل جبار ببطارية عملاقة 8000 ملي أمبير وكمان جاي بمعالج سناب دراجون القوي. لو عاوز تعرف كل التفاصيل والمواصفات والسعر وكمل معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ يا رجالة، الدعم مش هيخسركم أي حاجة، دوس لايك وسبسكرايب وشير لو عجبك المحتوى، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. الموبايل اللي هنتكلم عنه هو هونر باور أو اونر باور. اسمه لوحده بيدل على القوة. تصميم موبايل بصراحة جامد جدا. شكل الكاميرات الخلفية مختلف خصوصا مع اللون الذهبي. الكاميرات الخلفية محاطة بإطار ذهبي شيك جدا وبيخلي شكل الموبايل مميز. وفي كمان ألوان تانية زي الأسود والأبيض. الموبايل تقيل شوية، وزنه 209 جرام، بس ده هيديلك إحساس بالفخامة في إيدك. والموبايل مقاوم للمية والأتربة ودي نقطة مهمة جدا. بالنسبة للشاشة فهي جاية منحنية بحواف بسيطة من الجانب، والحواف السفلية شبه مش باينة وده هيخليك تستمتع أكتر بالمحتوى. الشاشة نوعها أمول بحجم 6.78 إنش ودقتها 1.5 كي، وبتدعم معدل تحديث عالي 120 هرتز. الشاشة بتعرض مليار لون وبتدعم ميزة ال HDR، ويعني الألوان هتبقى خرافية. سطوح الشاشة عالي جدا بيوصل ل 4000 نيتس، وده هيخليك واضحة جدا جدا تحت الشمس. وكمان الشاشة محمية بزجاج قوي ضد الكسر. نروح بقى للمعالج. الموبايل بيجي بمعالج ممتاز في الفئة الاقتصادية، سناب دراجون الجيل السابع جيل 3. المعالج قوي جدا وهيديلك تجربة ألعاب حلوة جدا خصوصا في السعر ده. والتنقل بين التطبيقات سلس وسريع. والمعالج ده موجود في موبايلات زي فيفو في 50 وهونر 300. واخد على منصة انتوتو أكتر من 800 ألف نقطة. يعني مش هيحصل معاك أي تهنيج لا في الاستخدام اليومي ولا حتى التجيل. الموبايل بينزل بكذا نسخة من التخزين: 256 جيجا مع 8 جيجا رام، و256 مع 12 جيجا رام، و512 مع 12 جيجا رام. وبيشتغل بواجهة ماجيك او اس 9 مع نظام اندرويد 15. والواجهة بتاعت اونر سلسة وسهلة جدا في الاستخدام ومفيهاش تهنيج. بالنسبة للكاميرات، الموبايل فيه كاميرتين ورا. الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل وبتدعم التثبيت البصري، والكاميرا التانية 5 ميجا بكسل للتصوير الواسع. للأسف مفيش كاميرا تقارب بالتليفوتو ودي تعتبر من العيوب. بس الكاميرا الرئيسية بتصور فيديو بدقة 4K وفول اتش دي. والكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل والتصوير كويس جدا في الإضاءات القوية والصور بتطلع حلوة وزاهية. نيجي بقى للأقوى ميزة: البطارية هنا جايب 8000 ملي أمبير، أكبر بطارية حاليا في أي موبايل وهتعيش معاك اليوم كله مرتاح حتى مع الاستخدام التقيل. وكمان بتدعم شحن سريع 66 واط، وبيدعم الشحن العكسي كمان بمقدار 5 واط، يعني ممكن تشحن بيه موبايل تاني. الموبايل كمان بيدعم صوت ستيريو و NFC وواي فاي 6 وبلوتوث 5.3 وبصمة الأصبع مدمجة تحت الشاشة. لكن للأسف مفيش مدخل سماعة 3.5 ملي، وده نقطة تانية ممكن الناس تشوفها عيب. في المجمل موبايل هونر باور موبايل محترم جدا، تصميم ممتاز، شاشة جامدة، معالج قوي، وبطارية جبارة. وفي الآخر قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم في الموبايل ده وهل يستحق الشراء ولا لا. واستنوني في الفيديوهات الجاية جامدة ان شاء الله، ويلا سلام.